بس يا حبايبي انا بشرت كميه الجبنه اللي معايا اهي. بسم الله ما شاء الله، شايفين يا حبايبي مطلع كميه قد ايه؟ ما اكتر من الكيس اللي بنشتريه ب 16 جنيه يا حبايبي. حبايبي الحلوين، السلام عليكم، ورجعت لكم تاني في فيديو جديد من مطبخ ماما الاقتصادي. ان شاء الله يا حبايبي النهارده هنعمل جبنه الموزاريلا مع بعض. بدل ما نشتريها سعر غالي، تعالوا نعملها في البيت مع بعضينا طازه ومن غير مواد حافظه ومن غير اي حاجه، من غير اي اضافات بسيطه خالص هنضيفها للحليب بتاعنا. تعالوا يا حبايبي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. معايا هنا كيلو لبن اللي هو لتر حليب، مشترياه من طازه من عند حد بيحلب يعني عندنا هنا في الريف، فمشتريه طازه ما دخلش التلاجة ولا حاجه. ومعايا كمان يا حبايبي هنا ربع الكوبايه دي خل، ومعايا عصر ليمونه كبيره، عصر ليمونه واحده كبيره. حط اللبن يا حبايبي على النار، لازم يكون معانا معلقه خشب زي ديت كده. حط اللبن على النار، لسه حطاه اول ما هيدفى بس كده دفيان. اختبر اللبن بصباعي يا حبايبي كده، لسه شويه. اول ما يبتدي يدفي حبايبي كده هنزل بالخل والليمون بس، مفيش اي اضافات تاني عشان نعمل الجبنه الموزاريلا بتاعتنا. احنا بنشتري حبايبي كميه بسيطه من الجبنه، يعني تقريبا 200 او 220 جرام. بنشتريهم ب 16 جنيه، ما بيعملوش حاجه. اما في البيت هنا ان شاء الله هنعملها حبايبي موفره واقتصاديه جدا، علشان نعمل بها البيتزا ونعمل بها المكرونات والسندوتشات ولا اي حاجه احنا نستخدم فيها الجبنه الموزاريلا تبقى موجوده عندنا في البيت يا حبايبي. كده دفي يا حبايبي اهوت اللبن، هبدا اضيف الخل والليمون معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هنزل بالليمون يا حبايبي اهو. بسم الله. هبدا اقلب كده يا حبايبي، ما اسيبوش واروح مكان بعيد عنه. بسم الله. النار هاديه يا حبايبي خالص، لازم النار تكون واطيه معايا، معليش النار عالي خالص. بسم الله. ابتدى يقطع معايا على طول اهو يا حبايبي، مجرد ما ضفت الخل والليمون ابتدى اللبن يقطع اهو، ابتدى يعمل الجبنه معايا بالشكل ده كده اهو. بسم الله. كل اللي انا هعمله بس همسك المعلقه الخشب كده وهبدا اجمع في الجبنه كده بالشكل ده كده اهو. ابتدى يفصل الشرش عن الجبنه. بسم الله. بالشكل ده كده بس، مش هرفع يا حبايبي على النار، هسيبه لما تتجمع كلها وتبقى كوره حلوه متماسكه معايا بتمط كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ابتدى يعمل كتله يا حبايبي اهي، شايفين الكاميرا جايباها اهي. بسم الله. اللبن ده جاموسي يا حبايبي مش بقري، ولازم يكون طازه، ما يدخلش التلاجة اللبن قبل ما نحطه على النار، ما يخش التلاجة خالص، عشان لو حطيناه في التلاجة يا حبايبي هيبرد واللبن كده مش هيصلح معانا، مش هتنفع الموزاريلا معانا. فالافضل ان هو يكون طازه، والاحسن يا حبايبي ان هو يكون جاموسي مش بقري. هجمع فيها كده يا حبايبي كده لغايه ما الم اللبن كله، ما يفضلش معايا غير الشرشه بس. اضغط عليها كده. نطول بالنا يا حبايبي، ما نستعجلش خالص، ما نستعجلش على اللبن بتاعنا خالص ولا على الجبنه، لغايه ما تتلم وتتكور معانا كرة كويسه. لسه شويه، عايزه حبه كمان. بس يا حبايبي دلوقتي هي اتجمعت كده اهي معايا كلها اهي، بقت الشرشه بس ما فيش اي حاجه تاني اهي. كده هبدا اشيلها بس سخنه على ايدي طبعا، هجيب طبعا. بسم الله. بالشكل ده كده هبدا احصرها يا حبايبي خالص، احصرها خالص خالص واصفيها من الشرشه اللي فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم يا حبايبي احصرها كده كويس. هي بتمط يا حبايبي معايا، عامله زي المطاطيه، الجبنه دي مطاطيه اهي، بتمط كده معايا زي الاستك اهي. فانا هلمها جامد وادخلها الفريزر، لما تجمد خالص هبشرها معاكم وهوريها لكم هي عامله ازاي. ده كيلو اللبن يا حبايبي ب7 جنيه بس. هيعمل، لا اسفه، ده ب10 جنيه لان ده جاموسي. البقر عندنا اللي ب7 جنيه، لكن ده ب10 جنيه يا حبايبي. هيطلع معايا كمية قد اللي احنا بنشتريها ب16 جنيه، يعني في عندنا توفير 6 جنيه كمان، وفي كمان هيطلع كمية حلوة خالص وما فيهاش مادة حافظة، وضمناها وعاملاها في البيت وعارفة ان ده لبن حليب وجايباه طازة. خلاص يا حبايبي كده هي مش منزل اي مية اهي.
ده كيلو اللبن يا حبايبي. هطلع معايا الكوره ديت. هتعمل احلى صواني بيتزا معايا، او صينيه مكرونه بشاميل، او اي حاجه يعني حجم كبير خالص، او صينيتين وسط. بس بعد ما يتبشر هيملى طبق كبير، هدخلها التلاجة لمده ساعه ونطلعها نبشرها مع بعض ونشوف هتطلع معانا جبنه موزاريلا قد ايه. تعالوا حبايبي نشوف الموزاريلا بتاعتنا بعد ما طلعتها من التلاجة اهي. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا حطيتها في الكيس يا حبايبي ودخلتها الفريزر. تعالوا نبشرها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده، علشان نرش على البيتزا، على المكرونه، على اي حاجه احنا مستخدمينها هنعوز استخدام الموزاريلا فيها نستخدمها فيها. بسم الله. ومش شرط تحطوها يا حبايبي ساعه معينه في الفريزر، يعني مش لازم ساعه زي انا ما حطيتها كده، لا انا حطيتها بس علشان هصور وهبشرها قدامكم بس. لكن يا حبايبي انتوا تحطوها ان شاء الله حتى تقعد شهر معاكي، وقت ما تحبي تستخدميها طلعيها تبقى قرص بالشكل ده زي ما هي في الكيس بتاعها مركونه في الفريزر عندك. وقت ما تحبي تطلعيها يعني ما تبشرهاش وتركنيها، خليها قرص زي ما هي كده. وقت ما تعوزيها ان شاء الله بعد شهر مش هيجرى لها اي حاجه، اكتر من شهر برضه مش هيجرى لها اي حاجه، هتفضل معاكم في الفريزر محفوظه كده. بسم الله ما شاء الله. وقت ما نعوزها نكون هنزوق بيها الحاجات بتاعتنا نطلعها بالشكل ده يا حبايبي كده. نفس الموزاريلا اللي احنا بنشتريها من السوبر ماركت، بس بنشتريها بالغالي وكلها مواد حافظه، وانا مش عارفه هي لبن بودره ولا هي لبن طبيعي ولا طازه ولا ايه. ما شاء الله بص عامله ازاي، ولسه في دي كلها اهي. هبشر الجبنه كلها يا حبايبي وهوريكم هي طلعت كميه قد ايه عشان ما اطولش عليكم وقت الفيديو. بس يا حبايبي انا بشرت كميه الجبنه اللي معايا اهي. بسم الله ما شاء الله. شايفين يا حبايبي مطلع كميه قد ايه، ما اكتر من الكيس اللي بنشتريه ب 16 جنيه يا حبايبي. وما شاء الله شكل الجبنه الموزاريلا وريحتها ريحه السمنه، كأن الواحد بيبشر سمنه بلدي او قشطه. ما شاء الله عليه يا حبايبي. ما تنسوش يا حبايبي تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم منه كل الوصفات السهله السريعه ان شاء الله. يلا نوفر مع بعض في البيت يا حبايبي وبالهنا والشفا. بصوا يا حبايبي عامله ازاي ما شاء الله، ما شاء الله اهي. بنشتريها من المحلات يا حبايبي بتبقى معجنه ومش حلوه خالص ما شاء الله، لكن في مطبخنا ما شاء الله حاجه جميله ازاي. بالهنا والشفا لكل حبايبي.